هتريحك من الشك كله. اولا هنبدأ بالطيارين العسكريين الفايترز. في الشهادات بتاعتهم بيقولوا ان في اجسام بتفوق المقاتلات سرعة ومناورة، وكمان بدون اي صوت، يعني على السايلنت، وملهاش اي اثر حراري، وبتظهر وبتختفي فجأة. كمان شهادة اجهزة الرادارات بتقول ان الاجسام بتظهر فجأة وبتختفي في نفس اللحظة البصرية، يعني بتطلع زي طيف وتختفي فجأة. طيب ايه هي الحالات الموثقة؟ خد عندك يا سيدي. في ايران سنة 1976 يتعطل طيارتين F4 فجأة، وده لوجود اجسام غريبة في الفضاء. وفي فرنسا سنة 1994 يظهر جسم طوله 250 متر على رادار مدني. اما في الارجنتين واثناء مرور جسم مجهول في الفضاء، مدينة بالكامل يتم اطفائها وتعتيمها. كمان في شهادات ان في اجسام فضائية كانت بتحوم في الفضاء فوق قواعد صواريخ في روسيا. على فكرة دي مش مجرد قصص، دي بلاغات عسكرية رسمية صادرة في التقارير الرسمية اللي انا قلت لحضرتك ان تم الافراج عنها.